السلام عليكم. واش كتعرف باللي مشروع كلشي ب5 دراهم هو المشروع اللي ما كيخسرش في المغرب؟ واخا تبان لك ديك 5 دراهم قليله، راه السر كاين في الفوليم اللي غتبيع. اليوم غادي نديك القلب الدار البيضاء ونوريك القيصريات والزناقي بالسميات فين غتلقى السلعه اللي كطيح عليك بدراهم قليله باش تبيع انت ب5 دراهم وتربح فيها. الا كنتي بادي ب 2000 درهم او 20000 درهم، هذا الفيديو هو الدليل ديالك. فين كاين السلعه؟ باش تنجح خاصك تمشي للمنبع. السلعه ديال 5 دراهم كاينه في جوج بلايص اساسيين في كازا. كاينه في كراج علال، وغادي تشوف القيصريات، قيصريه الحفاري وقيصريه الشمال. تما غتلقى الادوات المنزليه الصغيره، البلاستيك، المعالق، الشطابات، المنظفات. قلب على المحلات اللي كيديروا البيع بالكرتونه. كاينه درب عمر، كاينه قيصريه الشاويه والزنقات المجاوره ديالها. هاد البلاصه هي المملكه ديال الاكسسوارات، العطور الرخيصه يعني اللي كتلقى مقل من 5 دراهم، الادوات المدرسيه ودوك الالعاب ديال الدراري الصغار. كاين عاوتاني درب السلطان، سوق جميعه ممتاز. هذا السوق هذا الا كنتي غتزيد شويه ديال التجميل والمواد الاستهلاكيه البسيطه والانواع ديال السلع اللي كتمشى ب5 دراهم. غادي نشوفوا دابا شنو هما هاد السلع اللي كيطيحوا بقل من 5 دراهم. كاين ادوات المطبخ، قطعات الخضر، القشارات، الكيسان البلاستيك، المعالق ديال الخشب، الاكسسوارات ديال التليفون، الكابلات، هذوك الحوامل ديال التليفونات، لي سيبور، والحمايه ديال الخيوط. يعني كاين بزاف ديال الحويجات موجودين تما اللي تقدر تزيدهم. كاع اللي كتباع اللي كتشري اقل من 5 دراهم يمكن لك تزيدها. كاين المواد ديال التنظيف بحال الصابون، الجافي، الطعبار، قرعه صواب. الادوات المدرسيه، كاين شي حويجات اللي كيديروا مثلا في المكتبات كتلقاهم كيديروا 7 دراهم 8 دراهم. يعني تما راه كتاخذهم من اقل من 5 دراهم، يمكن حتى هما تزيدهم. كاينه بحال دوك المشاطي، التويشيات ديال الشعر، دوك السيكات، دوك المرايات. بزاف ديال الحوايج تقدر تزيدهم في هذا المشروع هذا. دابا كيفاش غادي تشري باقل ثمن؟ باش تبيع انت ب5 دراهم وتربح، خاصك السلعه طيح عليك بجوج دراهم ونص حتى ل 3 دراهم ونص. كيحط اقصى على حساب السلعه وعلى حساب الكاليتي وعلى حساب الانواع ديال السلعه. غادي نعطيك نصيحه ديال الحريفيه، ما تقداش بالبياس، ديما سول على الكرو او الكرتونه، باش ملي كتسول داك الجمال على هاد السلعه هكايا، يعني هو فاش كتسولوا على الكرو هو كيعرفك راك فاهم. وكل ما خديتي كميه كينقص لك في الثمن. وغادي تسول على واحد السلعه كتسمى السلعه ديال البال في هادشي ديال 5 دراهم. كاين محلات في درب عمر كيديروا الصولد، يعني كيبغيو اللي كيديروا شي سلعه. هاد السلع اللي بقات لهم كيكونوا بغاو يحيدوا عليهم، تقدر تخطف منهم الهموز بقل من 2 دراهم البياسه. هاد المحل ديال 5 دراهم كيعتمد على العرض، يعني ديما خاصك تزوق وتستف داكشي مزيان باش يلقى بنادم فين يدوز. حيت هو كيكون فيه الزحام، والسلعه كتكون خاصها تكون عامره ومحطوطه بالشكل اللي كيخلي الكليان يحس باللي راه كاين الخير موجود، يعني كيختار وكيشري بزاف. غادي تزيد واحد اللعيبه اخرى، هي دوك السليلات الصغار، هادو ديما ديرهم في الدخله. علاش؟ الكليان كيدخل جاي ناوي يشري غير واحد البياسه، كيصدق معمر السله ب10 ديال الحاجات بلا ما يحس. حاجه اخرى اللي تبازيو عليها في هذا المحل ديال هاد المسائل ديال 5 دراهم، هو هذا المشروع كيبغي الزحام قيصريه. تمشي حتى شي سويقه او زنقه فيها الرواج باش كتحكم، كيكون الغاشي بزاف وكتربح، كتبيع بزاف باش تربح بزاف. بالنسبه للاخوان اللي كيديروا غير فراشه وبغاو يدخلوا على هذه السلعه، راه مزيانه لهم. تقدر تفرش حدا شي جامع، حدا شي سويقه، راه فيها الخبز وفيها ميد. هذا المشروع هذا ديال 5 دراهم راه هو مشروع ديال الصرف اللي كيتجمع ويولي مبالغ كبيره. الا بغيتو ندير لكم شي جوله بالكاميرا في وسط كراج علال ونوريكم المحلات او القيصريات واحد واحد والاثمنه وحتى النماري ديال التليفونات، وصلوا لهذا الفيديو لواحد 2000 لايك وغادي ندير لكم فيديو اللي غيكون شامل وكيجمع كاع القيصريات منين تقداو هذه السلعه. وما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك، وتهلاو.